في بلدوين ومخاوف من مواجهات عسكرية في ضواحي المدينة. تشهد مدينة بلدوين مركز إقليمي هيران بوسط الصومال مظاهرات حاشدة تشارك فيها قطاعات الشعب المختلفة، وخضع المتظاهرون الطريق الرئيسي في المدينة بإغارات السيارات تعبيرا عن معارضتهم الشديدة لإدارة ولاية هيرشبيل التي تم تشكيلها مؤخرا. ورفع المتظاهرون هتافات المعارضة لإدارة هيرشبيل خصوصا رئيس الولاية المنتقبة علي جودلاوي، معبرين عن تأييدهم الجنرال أبو بكر حود الذي يتمركز هو ميليشياته المعارضة لإدارة هيرشبيل في ضواحي مدينة بلدوين. من جهة أخرى تحركت قوة من الجيش والشرطة صباح اليوم نحو المنطقة التي تتمركز فيها ميليشيات الجنرال حود، ما أثار مخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين. ويحاول رئيس ولاية هيرشبيل الجديد علي جودلاوي حسين المعروف بعلي جودلاوي منذ أسبوع زيارة مدينة بلدوين مركز إقليمي هيران بالولاية، إلا أن الفصل المسلح الذي يقوده الجنرال حود والذي أطلق على نفسه اسم مجلس إنقاذ هيران يعارض ذلك، وأوضح أنه لن يسمح لجودلاوي الذي قال إنه انتقب بطريقة غير شرعية بزيارة المدينة. وكان محافظ إقليم هيران علي جيت عثمان والضباط من القوات الجيبوتية التابعة للاتحاد الإفريقي حاولا إقناع الجنرال المعارض بوضع السلاح، إلا أنه رفض ذلك متهم الحكومة الصومالية بتخريب العملية السياسية في هيرشبيل.